في اضرار للرضاعه الطبيعيه؟ في اضرار اه في كان في سؤال انا سالته، عدينا الاجابه بتاعته كده بسرعه، بس انا محتاج اجابه مفصله شويه. اللي هو لو بترضع وسابت طفلها، وفي تانية بترضع وهترضع نفس الطفل، يعني عارف اللي هو ترضع اكتر من طفل، الموضوع دوت بيأثر على الطفل او لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك مشكله مهمه كبيره جدا في الموضوع ده. احنا يعني طبعا مش يعني نتكلم عن الجانب العلمي الاول، هنتكلم عن الجانب التاني. قبل ان الجانب العلمي، هو اصلا يعني في بعض مناطق من غير ما نحدد، يعني اي بترضع اي طفل، مم. مش عايز اقول هي فين يعني، بس هو في اماكن كتير، بس ده مش صح. انت عندك مشكله في الموضوع ده. افرض ده الولد حب البنت، ابن الست اه، دي هيعمل ايه؟ ده يبقى احنا بقى كده تخته في بنغذي الرضاعه. الدراما العربية. يعني انت مثلا هو الراجل مثلا نشأ في بيت عيله مثلا، اه، ففي مثلا ولد فيه 5 6 بنات. طب هو عمته ومرات يجي يحب خاله دي، لا ومامته. دي اختك في الرضاعه. طب دي برضه اختك في الرضاعه. بعيدا عن الجانب الدرامي بقى، عن الجانب العلمي. بص، هي الفكره كلها في ايه؟ احنا زي ما كنا قلنا قبل كده ان لبن الام بيتغير من وقت لوقت، وكل ما اللبن بيعدي وقت من عمر الطفل كل ما اللبن بيبقى دسم اكتر. فلو انت جبت طفل عمره اسبوع ورضعته من ابنها عمره مثلا شهرين، الطفل ده هينهار منك، هيخش في اسهال وهيخش في ترجيع وهيخش في مشاكل كتيره جدا، مم. لان انت اديته مكون هو لسه معدته مش قادره انها مش تتحمله. مستعد يستقبله. عشان كده زي ما بقول لك سبحان الله، هو اللبن الام بيتغير مم. كل فتره حسب الابن الام دي. تمام. فانت لو في اختلافات في الرضاعه يعني، وخلينا نعكس كمان، مم. خلينا نقول ان لسه او ابنها عمره اسبوع وجت ترضع ابن طفل عمره مثلا شهرين 3 مش هيبقى كافي ليه؟ خالص ولا اه. مغذي، مم. وهيبقى في مشاكل كتير جدا وناقص فيه منه عناصر كتير. فالموضوع تمام. ده يعني مش مسموح، ما نمنعه ينفعش. منعا باتا. اه طيب التتينة او السكاتة او اللهاية اللي هو بيربطوها للطفل كده في صدره عشان هو بيعيط، يحطها له ويشيلها، يحطها ويشيلها، دي مؤثرة؟ التتينه بشكل عام هي يعني اضرارها اكتر من فوائدها. يعني تعال نعد اضرار التتينه دي. ملوثة، ده الحاجة الوحيدة اللي انا اعرفها، ده اول حاجه. لان هي في الهوا كده اه مطلوقة يعني. هو طبعا بقى دلوقتي بقى فيه، عشان برضه تبقى انت ابديتد، يعني بقى فيه اختراع ان هي في تتينه كده مم. اول ما تقع من بق الطفل تقفل لوحدها. ما شاء الله. اه. بس برضه ده ما بيحميش من ان هي تبقى ملوثه. اول تمام. الام تقول لك انا بغسلها بانتظام، مهما انت عملت انت بتجيب جسم غريب، الجسم ده معرض للاتربه والجراثيم وبتحطه في بق الطفل. ادي اول مشكله. تمام. طبعا الطفل لو جاله مشكله، المشكله اللي بيجيله فطريات، فالفطريات بتعمل له مشاكل انه بقى مش عارف يرضى. مم. المشكله التانية، هو الطفل بيعمل ايه في التتينه وهي في بقه؟ يقعد يمصها. صحيح. فما يمصها هيدخل ايه؟ هوا. بالظبط. فانت اللي بتدخل هوا مع التتينه وبتدخل هوا مع الرضاعه الطبيعي او بتدخل هوا كمان مع الرضاعه الصناعي، يبقى انت دلوقتي بتعمل الحاجات دي كلها مع بعضها، فبتخلي كميه الهواء تكتر. وتيجي تقول للدكتور ايه؟ انا يا دكتور جبت الدواء اللي حضرتك قلت عليه بتاع المغص وبتاع الانتفاخ وما جابش نتيجه. مم. ايوه، لان مصدر الهواء ده ما بيقفش. صحيح. ادويه المغص او الانتفاخ بالذات هي هتعالج لك شويه انتفاخات موجوده عشان انت عملت حاجه غلط معينه، تمام. لكن مش بتسمح لك ان انت تفضل تعمل الغلط ده 24 ساعه ومستني من العلاج ان هو يحسن. مم. ودي معلومه يمكن ما تنطبقش قوي على اللي احنا بنتكلم عليها دي، برضه عشان نبقى فاهمين كويس. الام برضه دي من المفاهيم الاساسيه، بالذات الام البكريه اللي اول مره تخلف، ايوه. لازم يبقى عندي مفهوم زي ده. ايه المفهوم؟ ان العلاج مش هيعالج استمرار الغلط. مم. يعني زي ما قلت لك ان شاء الله لو عملنا سلسله في التغذيه، تيجي مثلا الام اللي ابنها 24 ساعه بياكل حاجات من السوبر ماركت، وعلى طول لما بيبقى عنده نزله معويه او عنده التهابات في صدره او عنده التهاب في اللوز لازم او امنع الحاجات اللي هو بيجيبها. لا مفيش بقى، انا عايزاه يتعالج. طب يا مدام امنعي، هنمنعه ازاي؟ مش قادر عليه، اخواته بياكلوا، مش عارف قرايبه بياكلوا. مم. ايوه، ما هو ده مصدر مستمر للميكروبات. نفس القصه، انت النهارده عندك مصدر مستمر بيدخل لك هواء بكميات كبيره، مم. ما تستناش من الدواء انه يضيع لك كل ده. في حالة استمراريته لا انا بالظبط. الغيه خالص. دي نقطه. النقطه الثالثه برضو بالمناسبه، التتينه بتخلي، وده دكاتره السنان بيقولوه، بتخلي في مفارق ما بين طلوع السنان، واحيانا بتخلي الطفل زي عنده ضب كده في اللثة.
في آه. في اسنانه الاماميه. إمم. فبرضه دي مشكله تانية من مشاكل التتينه. فاحنا نفضل ان الطفل ما يتعودش عليه. تمام. في حاجة تالتة أو حاجة رابعة يعني، ده في الأسئلة يعني، إن الطفل بقالك مش 4 حلقات بتسال. ما هو لازم أسأل، ما هو أنا بس أسأل وأنت تجيب. انا عاجبني المستوى الاسئله بصراحه. الطفل مش عارف يرضع، فليه مش عارف يرضع؟ في زي مصطلح كده إن هو لسانه مربوط أو معقود، في حاجة اه، اسمها كده أصلًا، لسانه شابك. أو لسانه شابك. طيب اه، أنا أعمل له إيه في موضوع اللسان ده؟ دي نقطة عشان برضو نكون يعني أمنا يعني في نقل المعلومة. إمم. هي بصراحة دي لابد إن لو موجودة تكتشف من أول يوم، ودي بتبقى مسؤولية دكتور الأطفال اللي بيكون حاضر الولادة، أو دكتور الأطفال اللي بيعمل الفحص الأولي للطفل أول ما بيتولد. تمام. طبعا الدكتور بيفحص حاجات كتيرة جدا، الأم ولا أي حد مش هياخد باله منها. فتحة الدماغ، محيط الدماغ، فتحة الأنف، هل الاتنين مفتوحين ولا لأ. يعني عايز أقول لك عيوب كتير جدا لو اتكلمنا فيها مش يعني إيه فتحة ظاهرة. الدماغ؟ هو دماغه ما إحنا مفتوحة عندنا يعني؟ المُخ بيبقى فيه حتّة كده مفتوحة؟ مفتوحة، يعني بيبقى أيوه. فيها غشاء. ما إن أعرفش شاء أنا الله ربنا كرمك سبحان وخلّفت الله. تاني، هابُص على فتحة الدماغ. تحُط إيدك هنا كده تلاقي حتّة طرية، طرية. آه. آه، دي بتبقى مفتوحة أصلًا؟ بتبقى مفتوحة ومربوطة هي في غشاء، تمام. تقفل بقى عند سَنة ونُص. ما شاء الله. ديّة اللي بتخلّي الطفل يكبر، مُخّه يكبر يعني، آه. جمجمه تكبر. طيب حلو، دي معلومة كويسة، بس خلّينا نرجع للسان المعقود. فالمفروض إن الدكتور إمم. في الفحص الأولي أو بتاع الفحص الطفل، لو اللسان شابك إمم. بيبدأ إن هو ينوّه للأهل إن اللسان فيه غشاء، بيبقى عبارة عن غشاء صغير كده رابط ما بين اللسان وما بين الحلق من تحت. هو تمام؟ الغشاء ده أصلًا موجود؟ يعني أنا عندي لساني مشبوك، بس مش معقود، يعني اللي هو في رابط. أيوه، الرابط ده بيبقى كبير بقى، آه. الغشاء ده بيبقى كبير، بيبقى تمام. محتاج إنه يتشق، آه. وده بيبقى دور دكتور جراحة الأطفال. موضوع صعب يعني؟ هو الغشاء ده نوعين، يا إما غشاء رقيّة، يا إمم. إما غشاء بنسميه fibrous أو سميك يعني. إمم. يعني لو قُلنا غشاء رفيّع أو غشاء سميك. إمم. هو كده الدكتور بتاع الجراحة بيشيله، إمم. بيشيل الغشاء ده أو بيقطعه، بحيث إن هو يفيد في حاجتين. الحاجة الأولانية إنه يخلّي الطفل يرضع كويس. تمام. الحاجة التانية إن هي طبعًا لو أهملت، وده بنشوفه بقى أحيانًا للأسف، يعني ممكن تلاقي طفل عنده 3، 4 سنين إمم. وما كانش حد واخد باله من ده، إمم. فبتظهر بقى في حاجة تانية خالص، بيبقى عنده مشاكل في مخارج الحروف، إمم. لأن في حروف كتير بتبقى محتاجة إن الشخص يطلّع اللسان لسانه، يتحرك فيه، فتلاقي الطفل مش عارف يجيب الحروف معيّنة، ده نتيجة إن لسانه أساسًا كان فيها لسانه مشكلة ما وهو كانش صغير. شابك. وطبعًا ده برضه هتلاقيه برضه حصل له وهو صغير مشاكل في الرضاعة. طيب تمام. سؤال تاني، الرضاعة الطبيعية هل هي مرتبطة بالعوامل الوراثية؟ يعني الأم ما رضعتش، إحنا عندنا الأم ما رضعتش من مامتها، فهي الأم خلّفت، هل الطفل ده هيعرف يرضع طبيعي والّا لأ؟ ده زي ما أنت قُلت كده، المعلومة الأولانية أو برضه المعلومة اللي هي يعني دارجة وهي غلط، إمم. إن فكرة إن لو الطفل الأولاني ما رضعش طبيعي فالتاني خلاص مش هيرضع آه. وما حاولش، لأ. زي برضه ما أنت نفس قُلت، القصة. نفس الإجابة. إمم. ما الرضاعة الطبيعية مش وراثة. يعني تمام. لو الأم اللي لسه مخلفة بيبي هي أصلًا ما كانتش رضعت طبيعي من مامتها، لإن مامتها عندها أي مشكلةٍ ما، إمم. مش فده مش هتورّث شرط. لها المشكلة دي. لا، مش إمم. شرط إن الطفل ما يرضعش، لأ هيرضع إن شاء الله طبيعي عادي. تمام. إحنا عمالين نتكلم بقى لنا دي الحلقة ال7 تقريبًا عن فوايد الرضاعة الطبيعية. السؤال بقى عكسي خالص، في أضرار للرضاعة الطبيعية؟ في أضرار؟ آه. في أضرار للرضاعة كده إحنا الطبيعية. بنبوّظ بقى كده ال7 إحنا حلقات اللي بنضرب فاتوا. كل الكلام اللي قُلناه. أكيد أضرار مش كتيرة يعني، أو ممكن ننوّه عنها فما تبقاش أضرار يعني. هو هاقول لك على حاجة. إمم. هي طبعًا بصراحة يعني زي ما السوشيال ميديا أو كده ليها مزايا، فهي ليها آفات. من ضمن الآفات إن ممكن حد يحط أفكار غريبة، والأفكار الغريبة دي تنتشر وتبقى مسلمات، وهو وده مش طبعًا مؤهل إن هو يدّي الأفكار دي أساسًا. بالضبط، إمم. وطبعًا بنشوف ده كتير. فالأضرار هي أصلًا هي مش أضرار ولا حاجة، بس هي يعني مثلًا حاجات كانت في نفسية أم ما أو إمم. شخص ما فقالتها، فبدأت الكلام ده يكتر، فأصبح إنه كإنه مسلّم. بقى عارف ليه أنت؟ صدى عند بقى في ليه جمهور، آه، بقى ليه مؤيدين. بقى إمم. الغريب هو المتداول. آه. زي إيه فزي مثلًا؟ إيه مثلًا؟ إمم. إن الرضاعة الطبيعي دي إمم. ده ضرر يعني، بتأيد حرية الأم. فزي ما قُلنا يعني طبعًا دي من آفات الزمن اللي إحنا فيه، ومن آفات السوشيال ميديا زي ما قُلنا إن كل حاجة لها مزايا ولها عيوب. إمم. إن بتلاقي يبدأ بقى يظهر لهجة إيه،
انا ليا حريه وليا حقوقي وليا ليه اقدر اعمل، ليه اربط نفسي، ليه ما اخرجش بعد اول عشان انت اسبوع، ام. ليه. وهو ده اللي محتاجين فعلا نتكلم عنه، ان ان دي مش ضرر ولا حاجه. يعني انا النهارده طالما قررت ان انا، يعني واحد زي واحد اشترى عربيه، مم. هل هو هينفع يجي كل شهر يشتكي انه ليه بيحط لها قد كده بنزين؟ طبعا لا. طب ما هو انت وانت بتشتريها انت عارف ان انت عشان تستخدمها محتاج ان انت تحط لها بنزين. هتروح صحيح. لصاحب المعرض تقول له العربيه دي بتستهلك مني كذا الف بنزين في مم. الشهر؟ ما ينفعش. صحيح. هي نفس الفكره. طب انا لما انا كأم او كأنثى يعني خدت قرار ان انا اتجوز، وبعد ما اتجوزت خدت قرار ان انا اخلف، ايا كان بقى القرار ده انت ندمت عليه لا ما انا عايز ندمتش ارجع في عليه كلامي بقى. ما خلاص اتفقناش على ما كده. عادش ينفع. اه. اصبح في روح مسؤوله مني. صحيح. الروح المسؤوله مني دي هي بتحتم عليا مم. ان انا في حاجات كانت متاحه وما كانتش، وبعد كده ما عادتش متاحه. وزي ما قلنا حتى يعني ده الكلام الطبيعي اللي هي فطره البني ادم. يعني احنا بنشوفه في الحيوانات. فما ينفعش يجي انسان عاقل انا ما بالغ، شفتش قطه سايبه بنتها وخارجه مثلا. فما ينفعش حد يجي يقول لا انا هرضع صناعي علشان انا حياتي المهنيه، علشان انا ارتباطي، عشان انا مثلا مش قادر اتفرغ لنفسي. وكل الكلام طبعا ده غلط، مش غلط مقبول جدا. الكلام ده. وعايز اقول لك لو رجعنا للكلام اللي قلناه فعلا طول الحلقات اللي فاتت، مم. انت لو كأم اخدتي شويه فوائد للفكره العجيبه دي، وانت كنت قادره ترضعي طبيعي وما رضعتيش واديتي صناعي، هتقعدي مع ابنك اضعاف الاوقات بعد كده لما يعيا. عشان لان احنا تعالج لو الأضرار اللي نتجت عن الصناعة. لان زي ما قلنا لو تفتكر في اول الكلام خالص، المناعة. المناعه، صحيح. ان الطفل بيدي، ان الرضاعه الطبيعيه دي بتزود مناعه الطفل. مم. فبدل ما كنتي هتقعدي بيه مره او مرتين في السنه، حتى لو ما كانش يعني ممكن يبقى مش مقدر له كمان انه يتعب خالص لو مناعته كويسه جدا، مم. بس خلينا نتكلم في المتداول. لو قعدنا مره او مرتين في السنه كل دور قعد له 3 4 ايام، لا مم. انت كأم ممكن بعد ما الطفل يكمل 7 8 شهور تقعدي بيه كل شهر بثلاث واربع ايام وخمس ايام وتوصل لاسبوع. يعني ممكن تلاقي اول سنتين من عمرك نص حياتك ضاعت وانت قاعده مع البيبي تعبان، كان ممكن نوفر النص ده لو احنا بنرضع طبيعي. وعندك بقى الالم النفسي والالم المادي والمروح والمجي على الدكاتره والادويه وكل الكلام ده كله والعاطفة اللي ما بينهم هما الاتنين اللي راحت. اللي راحت. ما هي مش موجوده اصلا. ايوه. ما احنا كنا قلنا كويس ان انت فاكر مم. لما قلنا ان ده بيربي نوع من انواع العاطفه. على الاقل انا لو ده حصل لي مع ابني ان انا ارتبطت بيه عاطفيا وموضوع الرضاعه قوي العلاقه بينا، لو حصل نوع من انواع لا قدر الله التعب او بعد الشر هو جاله مرض مزمن او حاجه معينه او عيوب مثلا بعد كده خلقيه ظهرت، انا مش هيبقى عندي الحمل. يعني انا بنشوف امهات وده الواحد بيشوفه يعني في شغله